في فيديو كنت عملته قبل كده وكنت رميت فيه سؤال: هو ليه الرجاله اللي في الجيم بتبقى اضعف من الرجاله اللي بتشتغل في الشارع زي اخواتنا عمال البنا واخواتنا اللي بيشتغلوا في المطاعم؟ خليني اقول لك الاجابه العلميه للموضوع ده. هو سبب واحد: التخصص المفرط. الجيم بيدربك ان انت تكون قوي في حاجه واحده، زي البنش بريس، زي السكوات، حركات كلها معزوله، وزن ثابت، مسار محكوم. لكن الشارع بيطلب منك ان انت تكون قادر في 20 حاجه مختلفه مع بعض، زي ان انت تشيل، تزق، تسحب، تجري، تنط، تلف، يبقى عندك ثبات، توازن، سرعه، مرونه. الجسم اللي اتخصص بيبقى قوي جدا في نطاق ضيق، بيبقى عاجز خارج النطاق ده. سبب تاني وهو البيئة المريحة. الجيم بيكون مكان متظبط فيه درجة الحرارة، بتاخد راحة بين المجاميع، الوزن اللي بتلعب بيه معروف، الحركة اللي هتعملها معروفة. لكن الشارع بيبقى ساعات كتيرة جدا الأرضية فيه غير مستوية، بيبقى ساعات حر، برد، بتطلع لك مفاجآت، بيبقى ساعات وزن غير معروف مطلوب ان انت تشيله، او حركة غير متوقعة المفروض ان انت تعملها. خلي بالك ان الجسم اللي بيتدرب في بيئة مريحة بينهار في بيئة مش مريحة. في سبب ثالث وهو فقدان المهارات الأساسية. الرجالة اللي بتشتغل في الشارع بتمشي كتير، بتقف كتير، بتشيل حاجات كتير، بيطلعوا سلالم، بينزلوا من على سلالم طول اليوم. المهارات دي بتخلي الجسم دايما فايق ومستعد. لكن الرجاله اللي في الجيم بتقضي لهم كام ساعه في الاسبوع بيرفعوا فيها اوزان، وباقي الاسبوع يا اما قاعد يا اما عنده شغل مكتبي. فالجسم اللي بيعتاد على القعود كتير المهارات الاساسيه دي عنده بتموت. وانا هنا مش بقول لك ان الحل ان انت تقلل الجيم، الحل ان انت تكمل اللي الجيم مش بيدربه. زي التمارين اللي انتوا بتشوفوني بنزلها لكم: اللاند ماين، التاير، السليد، السكي ايرج، الروب، كل الكلام ده. عشان كده انا دايما بدرب العملاء بتوعي عليها بجانب التمارين بتاعه الجيم، عشان التمارين دي هي اللي هتخليك جاهز للحياه. شكرا، اشوفكم بكره.